وبين النظام السعودي أي خلاف. إذا كانوا يدعون أننا شيعة، إحنا لسنا شيعة، نحن زيدية سنة. افهموا، نحن زيدية سنة، وليس عيب في الشيعة. مذاهب متعارف عليها، 5 مذاهب متعارف عليها في العالم الإسلامي. لماذا هذا التعصب؟ بأي حد تتعصبون على تعصب مذهبي؟ نحن لا توجد لنا علاقة مع إيران، علاقات تقليدية عادية. وإذا كان هناك علاقات خاصة بين الإخوان في أنصار الله وإيران طبيعي، وليش لا؟ لكن علاقات عسكرية لا توجد، علاقات اقتصادية لا توجد، علاقات سياسية لا توجد. هناك ربما تغطية إعلامية من القنوات الفضائية الإيرانية لما يجري في اليمن بدون تنسيق وبدون تفاهم، تعاطف من قبل الشعب الإيراني. شعب كبير وشعب إيراني إسلامي، لسنا نكن له إلا كل المودة والاحترام، ولكن اتهامات باطلة وتغرروا بوسائل إعلامكم على عامة الناس أنه علاقات بين إيران واليمن ويستهدفون النظام السعودي. ما حد يستهدفكم، ليش؟ ما تستحقوا حد يستهدفكم، لا تستحقوا الاستهداف. عندكم مال تلعبون به كما تريدون. يا إخوان، حسن الجوار والتفاهم المباشر بيننا وبينكم. إذا لكم حق نحن ننصاع إلى القانون الدولي، وأنتم تنصاعوا إلى القانون الدولي، ولا تنصعوا إلى أموالكم وودائعكم ومشترواتكم من الأسلحة والصفقات التجارية لذبح الشعب اليمني، أطفالا ونساء ورجالا. مهما طالت الحرب ستنفرج آجلا أم عاجلا، برضاءكم أو بدون رضاءكم. الصفقات التي تأخذونها من أمريكا وأوروبا ومن أي مكان في العالم مش حبا في سواد عيونكم، حبا في أموالكم. كان صدام حسين يدافع عنكم، ودفعتوا لها المليارات من الدولارات ضد المد الإيراني أو الثورة الإيرانية الإسلامية، وفي الأخير تآمرتم عليه وقتلتوه. تحالفتم مع القذافي وأجبرتوا على تسليم مواد طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنها مواد كيماوية، وهذا غير صحيح. لا يوجد مع القذافي مواد كيماوية ولا شيء، لكن تسجيل موقف للحفاظ على سلامة رأسه. طيب، ماذا تريد من الشعب اليمني؟ لن يركع ولن يركع إلا للخالق عز وجل. عليكم أن تمدوا أيديكم إلى يد الشعب اليمني للتفاهم والحوار المباشر. أما عبر مرتزقتكم لا حوار ولا نتفاهم معهم على الإطلاق. خذوهم ورتبوا أحوالهم وسكنهم لديكم في جدة والرياض وفي القاهرة وعمان وفي أي مكان ترتبوه. أما عودتهم إلى أرض الوطن أبعد من عين الشمس، ونحن نحمل بنادقنا على أكتافنا ورؤوسنا على الأكف. لن يعود المرتزقة ولن يحكموا في شعبنا. الإخوة في الحراك، في عدن، في لحج، في الضالع، في الصبيحة، في أبين، في شبوة، في حضرموت، في المهرة، في سقطرى، شدوا حيلكم. الاستعمار
لن يدوم 130 سنة ورحل. المد الشيوعي الذي استمر لعدة أعوام لن يدوم، رحل. هؤلاء لن يستديموا لهم 9 أشهر، لن يستديموا، لن يغلقوا سنة إن شاء الله، سيرحلوا. وأنا أقدر تقدير عالي موقف الإمارات الذي تورطت وجرها نظام آل سعود للتورط في اليمن وخسرت من شبابها، ولكنها انسحبت تدريجيا وجابت مرتزقة بدل شبابها. بالنسبة للكويت، الكويت هي ترد الجميل لنظام آل سعود الذي احتضنهم بعد الغزو العراقي للكويت، شيء طبيعي. على الرغم يا إخواننا في الكويت، يا أشقائنا، نحن أدنا الغزو العراقي، وكانت معلوماتكم مغلوطة إن احنا كنا نتضامن مع صدام. كلام غير صحيح، وأكرر غير صحيح. الآن أنتم تردوا الجميل لآل سعود أنهم احتضنوكم، طبيعي، لكن لا نغفر لأحد من قتل أطفالنا ونسائنا وهدم منازلنا ومصانعنا على الإطلاق. القنابل العنقودية والصاروخية والفراغية التي تقتل أطفالنا ومنازلنا، تتحملون مسؤولية قتل أطفالنا ونسائنا وتهديم مساكننا ومصانعنا. مش عرس، مش فرحة لتجولوا بطائراتكم فوق مدننا وقرائنا وعواصمنا. مش نزهة. من أتانا سنقاتله وسنقتله. من أتى إلى أرضنا ودنس أرضنا سنقتله ببنادقنا، بالكلاشنكوف، بالخناجر التي تعرفونها ونحملها. هذه أرض سباء وحمير. أوجه رسالة إلى مرتزقتكم أينما كانوا، عليهم أن يرحلوا ويرتبوا أوضاعهم ويجمعوا الفلوس الذي جابوا لهم السعوديين ويودعوها في البنوك، في بنوك البحرين وفي سويسرا. أما العودة إلى أرض الوطن هذا مستحيل. نحن نخرجهم لا نخرج، نحن نخرجهم ولا نخرج. نحن هنا باقيون وصامتون. الشهادة 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 أو النصر. هكذا شعارنا أيها اليمنيون السبائيون الحميريون، هذا شعارنا. تحية لكم أينما كنتم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح والنصر المؤزر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فشل